قال لك بقى العثمانيين سيطروا على مصر وفضلوا قاعدين في مصر حوالي 4 قرون متتاليه. مش صار يعني قرن، انا لسه قايل لك من شويه القرن اللي هو 100 سنه، وعرفنا ازاي نطلع التاريخ من القرن. قال لك قعدوا عندنا 4 قرون متتاليه، يعني العثمانيين قعدوا عندنا 400 سنه. قال لك كمان كان الحكم بتاعهم حكم جامد راكد، يعني حكم تعبان ضعيف. قال لك كمان مصر اصبحت ولايه معزوله تماما عن المؤثرات الحضاريه الحديثه في اوروبا. يعني ايه؟ اوروبا في الوقت ده كان فيها حضاره وفيها تقدم وفيها نهضه. قال لك مصر كانت معزوله عن الكلام ده تماما وما تعرفش عنه اي حاجه. طب مصر السلطان العثماني ده سيطر على كل الدول العربيه، هل هيقدر يحكم كل الدول دي لوحده؟ قال لك لا. قال لك هادي على كل دوله وهعين عليها والي، يعني هادي على دوله كده شبه بتاعت مصر وهعين عليها والي يكون تابع ليه. فتعال نشوف الحياه السياسيه في الدوله العثمانيه كانت عامله ازاي ايام العثمانيين. قال لك رقم واحد اللي بيحكم مصر السلطان العثماني هيعين عليها واحد اسمه الوالي. قال لك الوالي ده هتبقى مده حكمه من سنه ل3 سنين. ليه يا سلطان؟ هو ده مش قليل؟ قال لك الوالي ما ينفعش يزيد حكمه عن 3 سنين عشان ما يخش مني الولايه، عشان ما يسرقش مني الولايه. يبقى قال لك اخره من سنه ل3. قال لك هيجي بعديه حاجه اسمها الديوان. ايه الديوان ده؟ قال لك بص يا باشا، قال لك الديوان ده عامل شبه مجلس الشعب كده دلوقتي، وظيفته ان هو بيراقب الوالي. قال لك ثالث حاجه عندي حاجه اسمها الحاميه العثمانيه. الحاميه العثمانيه ده عباره عن جزء صغير كده من الجيش العثماني بيبقى موجود في كل ولايه. رابع حاجه عندي بقى ودي اللي مهمه جدا، حاجه اسمها اداره شؤون الاقاليم. ايه اداره شؤون الاقاليم دي؟ الاقاليم دي يا صديقي اللي هي المحافظات، يعني المحافظه دلوقتي زمان كنا بنقول عليها اقليم. طب مصر مين اللي كان بيمسك اداره شؤون الاقاليم؟ المماليك. ايه هم مش المماليك دول العثمانيين حاربوهم وقضوا عليهم في معركه الريدانيه؟ بالظبط كده، بس اسمعني دقيقه. بص يا باشا، العثمانيين لما جم حكموا مصر ما كانوش عندهم خبره خالص في اداره الشؤون، ناس لسه جايه جديده عاملين كده شبه الشخص الاجنبي لما يجي مصر يقعد يسال على كل حاجه ومش عارف يروح اي مكان. فالعثمانيين كانوا جايين مصر على الابيض، مش عارفين اي حاجه، حتى مش عارفين ازاي يديروها. فقال لك احنا محتاجين نستعين بناس كانوا موجودين في مصر من زمان وعندهم خبره في الاداره. فقال لك هنستعين بالمماليك يمسكوا اداره الاقاليم، اداره المحافظات، بس تحت اشراف العثمانيين. فكده انا عندي نظام الحكم العثماني كان بيتكون من 4 فئات. ايه هم؟ هتقول لي ايه؟ الوالي من سنه ل3 سنوات، والديوان، والحاميه العثمانيه، وإدارة شؤون الأقاليم المماليك. يعني إيه؟ يعني إدارة شؤون الأقاليم اللي ماسكها المماليك. بس قال لك نظام الحكم العثماني ده كان نظام ضعيف، كان تعبان، ما كانش قوي. ليه كان ضعيف يا مستر؟ قال لك بسبب قصر مدة حكم الوالي، كانت مدته قصيرة من سنة ل3 سنين، ما كانش بيلحق يعمل حاجة. وقال لك كمان زياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه على سلطه الوالي. يعني بيقول لك الديوان والحاميه العثمانيه كانوا بيمشوا كلامهم على الوالي. يعني من الاخر كده الوالي ما كانش مسيطر، كان تعبان. فدايما يجي سؤال يقول لي ايه؟ بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في صنياع عوامل ضعفه؟ هتقول لي بسبب قصر مده حكم الوالي. قصر مده حكم الوالي من سنه ل3 سنين، زياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه على سلطه الوالي. فقال لك بسبب ضعف نظام الحكم العثماني ده طلع في يوم من الايام واحد من بكوات المماليك، واحد من كبار المماليك، واحد اسمه علي بيه الكبير. علي بيه الكبير ده قال لك ايه؟ علي بيه الكبير ده استغل ضعف العثمانيين وضعف النظام العثمانيين. قال لك بما ان العثمانيين ضعاف وكده كده على قدهم، قال لك انا استغل ضعفهم واحاول ارجع مصر للمماليك تاني زي زمان. لو تفتكر قبل ما يجي العثمانيين قال لك احاول ارجع مصر لينا، وكده كده العثمانيين ضعاف على قدهم ومش هيعرفوا يعملوا حاجه. فطلع علي بيه الكبير ده في يوم من الايام سنه 1768، قال لك عزل الولي العثماني من مصر، مشى الولي العثماني من مصر واستقل هو بحكم مصر، واصبح هو الحاكم الفعلي لمصر. بس علي بيه الكبير ده كان ذكي، قال لك انا لو لوحدي ممكن السلطان العثماني يجي يحط عليا. فقال لك انا لازم اتحالف مع حد عشان نبقى قوه نقدر نقف قدام السلطان العثماني. فعمل ايه؟ راح اتحالف مع حاكم جنوب الشام، واحد كان اسمه الشيخ ظاهر العمر. راح اتحالف معاه وحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يقدروا يقفوا قدام السلطان العثماني. فبيقول لك هنا تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام ضد مين؟ ضد السلطان العثماني. وقدر كمان علي بيه الكبير ده ان هو يخضع الحجاز لنفوذه. خلي بالك الحجاز دي المنطقه اللي فيها الكعبه والمسجد النبوي، يعني كده علي بيه الكبير بقى ليه صفه دينيه مهمه جدا، بقى ليه مكانه دينيه مهمه بسيطرته على الحجاز. كمان علي بيه الكبير ده قدر ان هو يدخل الشام، وكمان نجح في دخول دمشق. ازاي؟ بنفسه؟ لا، بعت قائد الجيش بتاعه
عشان يدخل الشام، وكمان قدر يدخل دمشق. طب مين قائد الجيش بتاعه؟ واحد اسمه محمد بيك ابو الدهب. خلي بالك عشان ما تتلخبطش في الاسامي تاني، استحملني معلش انا بحب اعيد وازيد عشانك. بص يا باشا، هنا اللي اعلن الحركه الاستقلاليه، يعني اللي حاول يستقل وياخد مصر، واحد مملوكي اسمه علي بيك الكبير. الشخص اللي اتحالف معاه اسمه الشيخ ظاهر العمر، حاكم جنوب الشام. طب مساعد علي بيك الكبير دراعه اليمين مين اللي راح فتح دمشق ودخل الشام؟ واحد اسمه محمد بيك ابو الدهب. فكده يا عينيا السلطان العثماني حس ان هو اتحط عليه، حس ان علي بيك الكبير عمل معاه الجلاشه. فالسلطان العثماني قال لك انا لازم ارجع هيبتي ولازم ارجع مصر تاني ولايه عثمانيه. طب هتعمل ايه يا سلطان؟ هتعمل ايه يا سلطان؟ ده علي بيك الكبير حط عليك وعمل معاك الجلاشه. السلطان العثماني قال لك بص، السلطان العثماني هيجيب محمد بيك ابو الدهب، ايوه اللي هو المساعد بتاع علي بيك الكبير. هيجيب محمد بيك ابو الدهب ويقول له ايه؟ هيقول له ايه رايك اديك حكم مصر، يعني انت اللي تمسك مصر وتبقى انت ولي مصر، بس تحت سيطرة الدولة العثمانية، يعني مصر ترجع تاني للدولة العثمانية وتبقى ولاية عثمانية، بس بشرط تخلصني من علي بيك الكبير، تقتل لي علي بيك الكبير، يعني في مقابل اللي انت تخلصني من علي بيك الكبير انا همسك حكم مصر يبقى ليه، بس مصر هترجع تاني ولاية عثمانية. فطبعا محمد بيك ابو الدهب قعد يفكر، قعد يقول لك انا كنت تابع، كنت مجرد مساعد لعلي بيك الكبير، بس بعد ما اقتله واخلص منه انا هيبقى حكم مصر ده بتاعي ومش هبقى تابع لحد. فقال لك يولى علي بيك الكبير، المهم ايه؟ مصلحتي. وفعلا محمد بيك ابو الدهب خلص قتل علي بيك الكبير ورجع مصر تاني ولاية عثمانية، وفي مقابل ان هو خد منصب شيخ البلد. يعني منصب شيخ البلد منصب كبير في مصر اللي هو ولاية مصر. وده معناه يا صديقي ان الصحاب مالهمش امان، خلي بالك من الكلام ده. هنا محمد بيك ابو الدهب خلص من صديقه اللي هو علي بيك الكبير في مقابل ان هو ياخد حكم مصر، فكده يبقى فشلت حركه علي بيك الكبير الانفصاليه. يجي سؤال دايما بقى يقول لي ايه؟ يجي يقول لي بما تفسر فشل حركه علي بيك الكبير؟ هتقول لي بسبب خيانه محمد بيك ابو الدهب وانحيازه للسلطان العثماني في مقابل منصب شيخ البلد. تعال معايا نشوف مع بعض الحياه الاقتصاديه. بص يا باشا، قاعدة كده ثابتة عندنا في المنهج، ما دام قلت لك حياة اقتصادية اعرف ان انا هتكلم عن 3 حاجات، ايه هما؟ زراعة، صناعة، تجارة. تاني بتكلم عن حياة اقتصادية اعرف ان انا هتكلم عن زراعة، صناعة، تجارة. تعال نبدأ بالزراعة. بص يا باشا، قال لك لما دخلت الدولة العثمانية مصر طبقوا في مصر النظام اسمه حق الانتفاع. يعني ايه؟ السلطان العثماني اول ما دخل مصر لم الاراضي الزراعيه كلها وبقت باسم الدوله العثمانيه. ايه ده مستر؟ يعني الفلاح ما بقاش عنده ارض زراعيه؟ لا، امال الاراضي كلها بقت بتاعت مين؟ لسه قايل لك اوعى تنسى السلطان. طب امال الفلاح بيعمل ايه؟ الفلاح اصبح ملوش اي حق غير ان هو بيزرع الارض وبيسدد الضرائب بتاعتها، ويا دوب بياخد جزء بسيط جدا 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 من مكسبها. وده يا صديقي نظام حق الانتفاع. يعني قال لك الفلاح ما بيملكش؟ لا. طب ما بيورثش الارض لعياله؟ لا. قال لك حق الانتفاع لازم جعل الاراضي الزراعيه كلها ملكا للدوله العثمانيه، ويا دوب الفلاح بيتكلف بزراعتها وليس له حق التصرف فيها. يعني الفلاح من الاخر اخره بيزرعها. طب مستر، قال لك مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 طبقت نظام اسمه نظام الالتزام. مستر مش فاهم ايه اللي انت بتقوله ده، خلي بالك انا ما بنساش، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنفهم قبل ما نحفظ. بص يا باشا، قال لك الدولة العثمانية دي كانت بتلم الضرايب من الفلاحين، فتيجي مثلا على فلاح معين تيجي تاخد منه الضرايب، الفلاح يقول لها مش دافع، انت كده كده اصلا ضعيفة ومش هتعرفي تعملي لي حاجة، فانا مش دافع. فالدولة العثمانية لقت نفسها يا عيني مش عارفة تلم الضرايب، فقعدت كده حطت ايديها على خدها وقال لك هنعمل ايه هنعمل ايه. فالسلطان قال لك بص، السلطان قال لك هيجي على كل منطقه كده فيها اراضي زراعيه كتير هيجيب منها واحد غني اسمه الملتزم. هيقول للغني ده ايه؟ هيقول له ادفع لي الضرايب بتاعه المنطقه بتاعتك مقدم ولمها انت من الفلاحين. يعني مثلا المنطقه بتاعتك عليها ضرايب مثلا 1000 جنيه،
اديني ال1000 جنيه مقدم ولمها انت من الفلاحين، ان شاء الله تلمها 2000 3 براحتك، عيش حياتك. وفعلا هو ده نظام الالتزام. طب مستر بقول لك ايه، كده الفلاح محطوط عليه بحق الانتفاع، الارض مش بتاعته، وكمان السلطان العثماني حطت عليه بالضرايب، ده غير الملتزم اللي ده بوظ الدنيا اكتر وبقى بيلم الضرايب اضعاف اضعاف عشان يكسب، بيدفع 1000 مقدم للسلطان يلمهم 2000 3، عايز يكسب كتير، طماع. خلي بالك الملتزم ده يا صديقي ما عندهوش ضمير يا صديقي، اوعى تبقى زيه. الدرس ابو 100 تروح تقول لاهلك عليه ب 200 وب 250. تعالى معايا. قال لك طبعا بعد كل ده الزراعه هتتدهور. طب هتتدهور ليه يا مستر؟ بسبب معاناه الفلاحين من كثره الضرائب المفروضه عليهم، وكمان ظلم الملتزمين في جمعها. قال لك كمان الدولة السلطان العثماني مش هيهتم بأمور الري ولا إقامة السدود ولا حفر الترع، يعني مش هيهتم بأي حاجة تخدم الزراعة، فالزراعة هتتدهور خالص. فلما يجي سؤال يقول لي بما تفسر تدهورت الزراعة في مصر خلال الحكم العثماني، تدهورت ليه؟ أو ليه مجتمع الريف اتدهور بشكل عام؟ هتقول لي بص بسبب كثرة الضرائب وظلم الملتزمين في جمعها، إهمال الدولة أمور الري، إقامة سدود، حفر الترع. اسمعها مني تاني، بسبب كثرة الضرائب وظلم الملتزمين في جمعها، إهمال الدولة أمور الري، إقامة سدود، حفر ترع. فكده الزراعة كانت بايظة خالص يا صديقي. تعال نبص مع بعض على الصناعة. مستر صناعة إيه؟ هو أنا مش عشان أصنع منتجات محتاج مواد خام؟ يعني عشان اصنع ملابس محتاج قطن. بالظبط. طب انا اصلا ما عنديش زراعه، هل هيبقى عندي صناعه متطوره؟ لا. قال لك الصناعه عندي كانت متدهوره رديئه. ليه؟ بسبب تدهور الزراعه، وكمان بسبب ان السلطان العثماني اول ما جه مصر عمل ايه؟ لما احسن الصناع والحرفيين اللي موجودين في مصر، احسن صناع كانت موجوده عندنا السلطان العثماني لمهم. قال لك هيعمل بهم ايه؟ السلطان العثماني لما احسن الصناع والحرفيين اللي موجودين عندنا بعتهم يشتغلوا في حته اسمها الاستانه. ايه الاستانه دي؟ عاصمه الدوله العثمانيه. قال لهم بدل ما انتم موجودين في مصر تعالوا خدموني هناك في عاصمه الدوله العثمانيه اللي هي مدينه الاستانه. فكده يا صديقي الصناعه كانت بايظه خالص بسبب تدهور الزراعه وارسال امهار الصناع والحرفيين للاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. يبقى انت عرفت اسباب تدهور وتاخر الصناعه. تعال بقى معايا نشوف التجاره. بص يا باشا، ما دام قلت لك التجاره اعرف ان انا لازم اتكلم عن حاجتين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. تعال نبدا نشوف التجاره الداخليه كانت عامله ازاي ايام العثمانيين. قال لك التجاره الداخليه كانت بايظه خالص، كساد التجاره الداخليه. ليه؟ قال لك بسبب تدهور الزراعه والصناعه، ولا عندي محاصيل ابيعها واشتريها، ولا عندي منتجات اتاجر فيها وابيعها واشتريها. فبسبب تدهور الزراعه والصناعه التجاره كانت بايظه. تاني حاجه قال لي بسبب افتقاد الامن، الدوله العثمانيه ما كانتش مهتمه خالص بنشر الامن والامان، فافتقاد الامن كان مخلي التجار ما يبقاش عندهم ثقه وما يبقاش عندهم اطمئنان ان هم ياخدوا فلوسهم وياخدوا بضاعتهم ويطلعوا يبيعوا ويشتروا. يبقى لغايه دلوقتي انا عندي سببين: تدهور الزراعه والصناعه، افتقاد الامن. ثالث حاجه قال لك اهمال الطرق البريه، الدوله العثمانيه ما كانتش مهتمه خالص بتظبيط الطرق. كمان قال لك حاجه اسمها الاغارات المتلاحقه للبدو والصحراء. يعني ايه؟ بص يا باشا، كان كل ما يطلع قافله تجاريه يطلع عليهم ناس اسمهم من البدو عايشين في الصحراء، يهجموا على القافله التجاريه وياخدوا البضاعه اللي فيها. فطبعا ده كان مبوظ التجاره الداخليه خالص. يبقى تاني لما يجي يقول لك اسباب كساد التجاره الداخليه او ليه التجاره الداخليه متدهوره، هتقول لي بسبب تدهور الزراعه والصناعه، افتقاد الامن، اهمال الطرق البريه، الاغارات المتلاحقه البدو، الصحراء. طب تعالى معايا على التجاره الخارجيه. التجاره الخارجيه كانت بايظه ليه؟ انا لسه قايل لك من شويه ان كل الدول الاوروبيه كانت بتعدي عن طريق مصر عشان توصل للشرق، بس مره واحده اكتشفوا طريق جديد اسمه طريق راس رجاء الصالح، وما بقاش حد بيعدي من مصر خالص. يعني مصر ما بقتش ممر تجاري مهم، ما بقتش بتاخد فلوس، وده اللي بوظ التجاره الخارجيه اللي هو تحويل الطريق التجاري بين الشرق والغرب لطريق راس رجاء الصالح. تعالى كده نرجع ونشوف مع بعض في المذكره. بيقول لك اهو، بيقول لك التجاره الخارجيه كانت بايظه بسبب تحويل الطريق التجاري بين الشرق والغرب لطريق راس رجاء الصالح. كمان قال لك السلطان العثماني عشان ينعش التجاره في مصر او عشان يدخل له فلوس كتير راح للاجانب.
قال لي الاجانب انا هديكم امتيازات وتسهيلات كتير جدا جدا في مصر وهعفيكم من الضرايب في مقابل ان انتوا تيجوا تشتغلوا في مصر. فعايز اقول لك الاجانب لما جم اشتغلوا في مصر ده خلى وضع التجار المصريين يريح خالص وساعد في تدهور التجاره الخارجيه. يعني اللي بوظ التجاره الخارجيه اكتر واكتر هو منح الدوله العثمانيه الامتيازات الاجنبيه للدول الاوروبيه. فلما يجي يقول لك بما تفسر ليه تدهور التجاره الخارجيه هتقول لي بسبب تحويل طرق تجاريه بين الشرق والغرب لطريق راس الرجاء الصالح، ومنح الدوله العثمانيه الامتيازات الاجنبيه للدول الاوروبيه. وكده يبقى احنا خلصنا مع بعض الحياه الاقتصاديه، زراعه، صناعه، تجاره. تعال نشوف الحياه الاجتماعيه. بص يا باشا، قال لك المجتمع المصري كان مقسوم 3 فئات ايام العثمانيين: طبقه عليا، طبقه وسطى، طبقه دنيا. تعال نشوفهم مع بعض. بص، قال لك كان موجود عندي في الطبقه العليا الاتراك والمماليك. مين الاتراك دول؟ اللي هم العثمانيين اللي بيحكموا مصر، ومعاهم المماليك اللي ماسكين حكم الاقاليم. ايوه كده افتكر معايا. كان عندي بقى في الطبقه الوسطى المشايخ وعلماء الازهر ورجال الدين اللي هم الشيوخ وكبار التجار في مصر. دول في الطبقه الوسطى. وكان عندي في الطبقه الدنيا الناس الغلابه اللي على قد حالها، فلاحين وصغار الحرفيين وعامه الناس. قال لك الطبقه العليا دول اللي انا لسه قايل لك عليهم الاتراك والمماليك كانوا هم فئه الحكام، هم اللي بيحكموا مصر. والمحكومين يعني الناس اللي بتتحكم هم الطبقه الوسطى والطبقه الدنيا. قال لك الطبقه الدنيا دي اللي هم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامه الناس دول عانوا من الفقر والظلم والجهل والمجاعه والاوبئه والامراض. يعني قال لك اكتر ناس كانت مفحوطه في المجتمع وضايقه المر هي الطبقه الدنيا، الطبقه العامه، عامه الناس. تعال بقى نشوف اخر حاجه، الحياه الفكريه والادبيه كانت عامله ازاي. قال لك الحياه الفكريه والادبيه يعني التعليم بالبلدي كده كان متصر بالجمود والتخلف. يعني ما كانش فيه تعليم في مصر. قال لك ليه؟ قال لك بسبب العزله اللي العثمانيين كانوا فارضينها على مصر، فالمصريين ما كانوش بيتعلموا. طب مش صار تدهور التعليم في مصر ادى ليه؟ يجي سؤال دايما يقول لي ما النتائج المترتبه على تدهور الحياه الفكريه والثقافيه في مصر اثناء الحكم العثماني؟ تدهور التعليم ده ادى ليه؟ قال لك اهتزاز مكانه الازهر الشريف. يعني مكانه الازهر الشريف اتهزت، ما بقتش زي الاول. قال لك ما بقاش فيه اهتمام بالعلوم العقليه ولا الرياضيه، يعني ما بقاش فيه اهتمام بماده شبه العلوم او الرياضه، المواد اللي هي بتشغل الدماغ اللي انت بتحبها طبعا ها. وقال لك اقتصر التعليم على العلوم الشرعيه اللي هي الدروس المرتبطه بالدين. قال لك كمان تدهورت الحياه الادبيه، يعني ما بقاش فيه اهتمام بالمواد شبه الدراسات كده زي ما احنا بناخد دلوقتي او التاريخ. وكل ده ادى لانتشار الدجل والشعوذه والخرافات وانتشر الجهل في المجتمع. وباذن الله ربنا يجبر بخاطرك وهتفرح اخر السنه بنتيجتك. واستناني في حلقه تانية، اخوك وحبيبك المؤرخ مستر عمرو روما.